السلام عليكم، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ في فيديو النهارده خلينا نتكلم كده في كام نقطه وندردش كده شويتين. ليه الايفونات تعتبر من اهم وافضل الاجهزه اللي ممكن تشتريها بشكل عام حاليا في 2022 او في اوائل 2023؟ وفي فيديو النهارده احنا هنتكلم على الايفونات بشكل عام، مش هنتكلم على اي اصدار معين او اي نسخه معينه. لكن خلينا اكلمك كده بعد ما الاقتصاد اختلف، بعد ما سعر الدولار بيختلف كل يوم عن التاني، والموضوع ده مش في مصر بس، تقريبا في كل الدول في حاجات كتير جدا اختلفت. خلينا نتكلم بقى ليه بقى الايفونات دي تعتبر من اهم الموبايلات اللي ممكن تشتريها حاليا، وخلينا نقسم الموضوع ده لاربع نقاط مهمين جدا جدا جدا. واول نقطه بدون اي نقاش وبدون اي جدال هي الاداء. الايفونات هي افضل موبايلات حاليا كقيمة مقابل سعر، تديك اداء محترم جدا، نقطة من اول السطر. حرفيا انت لما تبص للموضوع بشكل عام هتلاقي ان الايفونات دي هي في الاساس هي موبايلات هاي اند او موبايلات رائده او موبايلات فلاج شيب. طبعا هيجي شخص يقول لك يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايفون 7 او ايفون 8 ايفون اكس، الايفونات دي كلها ممكن تكون اقوى من موبايلات موجوده حاليا في نفس الفئه السعريه او اعلى كمان من الفئه السعريه بتاعتها. انت عايز تقنعني ان موبايل عمره اكتر من 4 او 5 سنين بيدي اداء افضل من موبايلات موجوده حاليا في 2022 او في بدايه 2023؟ وممكن ارد عليك باختصار جدا واقول لك ايوه، لكن الموضوع ده مش بينطبق على جميع الايفونات. مثال بسيط جدا، لو انت بتقارن دلوقتي ما بين ايفون زي ايفون مثلا اكس ار، مش هنروح لايفونات قديمه جدا، لكن خلينا نتكلم على حاجه مثلا زي الاكس ار او الاكس اس ماكس او الايفون 11 مثلا. الايفونات دي اسعارها متفاوته جدا، بتتكلم كده بدايه من الاكس ار في حدود مثلا 7 ل 8000 جنيه مصري، ده هنا بتكلم على الموبايل يوزد او مستعمل. وبتتكلم على الاكس اس ماكس في حدود 10000، وبرضه ال11 في حدود 10000 11000 جنيه مصري. تعال نقارن الكلام ده بافضل المعالجات الموجوده في الفئه السعريه دي، وهو السناب دراجون 778 او مثلا الدايمنسيتي 900. يعني انا بجيب لك افضل معالجين موجودين في الفئه السعريه دي، مع ان كمان بقى صعب انك تاخد المعالجات في الفئه السعريه دي ايا يكن نوع الموبايل. وهنا انا بتكلم على الفئه السعريه اللي هي في حدود من 10 ل 11 الف جنيه مصري، اللي هي تعد حاليا فئه متوسطه. لكن خلينا نتكلم في الفئه السعريه دي، هي خلاص طبعا بقت فئه متوسطه بشكل رسمي. هتلاقي فرق صريح وواضح لصالح الايفونات في النقطه دي، لان المعالجات بالتاكيد افضل من معالجات الفئه المتوسطه. زي ما قلت لك دي تعتبر معالجات في يوم من الايام كانت معالجات رائده. الكلام ده في الاستخدام العادي واستخدام البرامج، وكمان نقطه الالعاب. الايفونات سواء مثلا ايفون 11 او اكس اس ماكس مثلا هيدوك جرافيكس اعلى بكتير من اللي ممكن يديهولك موبايل اندرويد في الفئه السعريه دي. فاول نقطه وبدون نقاش كتير فيها هي نقطه الاداء، محسومه تماما لصالح الايفونات في الفئه السعريه دي. وعلى فكره الموضوع ده برضو محسوم لصالح الايفونات في الفئات السعريه الاعلى من كده، مش في الفئه السعريه دي بس. تاني نقطه بقى معانا وهي الكاميرات. النقطه دي حرفيا مشهوره جدا، الايفونات اصلا مشهوره بالكاميرات بغض النظر عن الاداء، بغض النظر عن اي حاجه تانية. الايفونات اي شخص لو هو ما يعرفش اي حاجه عن الايفون ممكن يشتري ايفون لمجرد الكاميرات بتاعته، او ان هو بيشوف الايفون بيصور صور حلوه. وهل ده فعليا صح وهل ده فعليا بيحصل؟ في الحقيقه ايوه. ابل شاطره جدا جدا في انها تقدر تخطفك وتشد عينك من معالجه الالوان بتاعتها والمعالجه اللي بتحصل على الصور بتاعتها. مش بس كمان الصور، لا كمان الفيديوهات بتاعت ابل من افضل واقوى الموبايلات اللي ممكن تاخد منها تصوير فيديو هي الايفونات. فيديو ثابت جدا، الكواليتي بتاعته عاليه جدا، الوانه كويسه جدا، وكل حاجه فيه تقريبا تعتبر جميله جدا ويعتبر حاجه بروفيشنال جدا. ممكن ما يكونش عندك تنوع كبير جدا في التصوير زي موبايلات الاندرويد، وهنا انا بتكلم على الفئات المتوسطه، حاجه مثلا زي الايفون 11 زي الاكس اس ماكس. هتبص تلاقي ان الموبايل ده مثلا بيتميز بكاميرا الترا وايد او كاميرا واسعه، التاني بيتميز بكاميرا تيليفوتو، فبالتالي هتلاقي في حاجه ناقصه هنا وحاجه ناقصه هنا، لكنها بتقدم وظيفتها بشكل محترم جدا وافضل من موبايلات الفئه المتوسطه بتاع الاندرويد بكل ما تحمله الكلمه من معنى. مهما تقارن كاميرات الايفونات بكاميرات موبايلات اندرويد فئه متوسطه عليا، هيكون في تفوق كبير جدا وواضح جدا لصالح الايفونات، لان الايفونات في يوم من الايام زي ما قلت وبكررها مش عارف كم مره في الفيديو ده،
هي كانت موبايلات رائدة، كانت موبايلات بتنافس الموبايلات الفلاج شيب اللي هي غالية جدا أصلا. فبالتالي لما تقدر تشتريها يوزد أو مستعملة بالاسعار دي، اكيد برضو انت ما زلت بتاخد نفس الاداء القوي جدا، وبالتالي هيكون افضل بكتير من موبايلات الفئه المتوسطه الاندرويد. هات اي موبايل بدون ذكر اي ماركات، هات اي موبايل فئه متوسطه عليا اندرويد وقارنه مع اي ايفون من الايفونات اللي انا بقول لك عليها دي في الصور العاديه وفي الفيديو، وقول لي ايه الفروقات اللي انت شفتها. وبالتاكيد من اول تصوير ومن اول تجربه كاميرا الايفون هتخطفك. ثالث نقطة ممكن نتكلم عنها وهي التحديثات وسرعة التحديثات والحاجات الجديدة اللي ممكن توصل لك من الشركة. ابل تقريبا الشركة الوحيدة اللي اول ما بتصدر اي حاجة جديدة بتبعت الابديت لكل الايفونات في نفس الوقت، مش محتاجة انها تستنى فترة وتقول لك الاصدار بتاع الموبايل بتاعك هيجيله بعد مثلا 5 شهور، ومثلا يكون الاصدار الجديد بتاعهم نزل فيبعتوا له الاصدار الايفون الجديد، وانت عشان معاك اصدار قديم تستنى فترة طويلة عشان يجيلك الاصدار الجديد. لا، مفيش الكلام ده عند ابل. ابل اي او اس جديد بينزل بيتبعت لكل الايفونات في نفس الوقت، وبيجي لك كل التحديثات في نفس الوقت. وطبعا ده يعني بعيدا عن دعم الموبايلات دي بيكون طويل جدا، بيجي لها تحديثات لسنوات كتير جدا. فبالتالي ابل مميزة جدا في النقطة دي. مش هنتكلم بقى على النظام، انت ممكن تحب النظام، ممكن غيرك ما يحبش نظام ابل، ما يحبش الاي او اس، يقول لك انا مش بحب الاي او اس والكلام ده. لكن انا شايف ان هو نظام عادي جدا. الموضوع يعني مش زي ما كان بالصعوبة اللي كنا بنشوفها زمان. الناس كانت بتخاف جدا من الايفونات وانها تستخدم اي ايفون، يقول لك نظام معقد ومغلق على نفسه والكلام ده. اي نعم، هو في بعض الليميتيشن كده، في بعض الحواجز اللي موجودة في النظام، لكنه مازال قابل للاستخدام بشكل طبيعي جدا، مش حاجة بشعة ولا اي حاجة تضايقك. ناس كتير بتخاف من الايفونات عشان مجرد النظام بتاعه، مع انه اول ما بيجرب الايفون بيحبه جدا، وتحس ان هو خلاص انا دخلت عالم ابل وعايز اشتري منتجات ابل وممكن اقتني كل المنتجات بتاعت ابل. هو ده نفس الشخص اللي كان من كام شهر بيقول مستحيل ان انا اشتري ايفون، مستحيل ان انا استخدم ايفون كموبايل الشخصي، مستحيل اتقبل النظام بتاع الاي او اس ده. فحقيقي نقطة ان انت تتقبله او لا دي نقطة ترجع لك ومش هنتكلم فيها كتير، لكن كل عليك انك تجرب. مستحيل تقدر تحكم على حاجة من غير ما تجربها أو تستخدمها لفترة كويسة. يعني موضوع اللي الناس بقى ممكن تكون تجربة شخص كانت سيئة، أو هو ما كانش فاهم الموضوع أو ما كانش متقبل الموضوع، ده يخليك إنك تفكر أنا ممكن أشيل آيفون أو أشتري آيفون أو لأ. المهم خلينا نتكلم على آخر سبب ومن أهم الأسباب المهمة جدا في الأيام اللي احنا فيها دي، بسبب الاقتصاد زي ما قلت، بسبب سعر الدولار، بسبب الارتفاع الجامد جدا في الأسعار، وهي قيمة الآيفونات. يعني ايه قيمة الايفونات؟ ببساطة شديدة الايفونات هي الموبايلات الوحيدة اللي تقدر تحافظ على سعرها لفترات زمنية طويلة. دليل على ذلك ما زالت الايفونات دلوقتي بتتباع كموبايلات يوزد، حتى الايفونات القديمة جدا اللي عمرها اكتر من 6 سنين او 5 سنين ما زالت الى الان بتتباع. هل ده ينطبق او شفته قبل كده على اي موبايل اندرويد؟ مستحيل. كمان لو حبيت تبيع الايفون بتاعك ده في اي وقت من الاوقات هتقدر تبيعه في اي وقت وفي اي مكان. كل الناس بتحب انها تشتري الايفونات، كل الناس دلوقتي بتحب انها مثلا تتاجر في الايفونات، كل الناس دلوقتي الايفونات دي بالنسبه لها هي المستقبل وحاجات زي كده. فالايفون بتاعك ده يعتبر قيمته محفوظه فيه، مهما تستخدمه، مهما تمر عليه السنين او الوقت اللي انت تستخدمه او الفتره الزمنيه اللي انت تستخدمه فيها، وتقرر وقتها انك تبيعه وتشتري حاجه تانية. وقت ما تفكر تبيعه اكيد طبعا هينزل من سعره اللي انت كنت مشتري بيه، لكن ده يعتبر حاجه عاديه وطبيعيه جدا. انت موبايل جديد بقى موبايل يوزد، اكيد لازم هيفرق في السعر، لكن مش هتخسر خساره كبيره. انت دلوقتي لو اشتريت حتى موبايل يوزد دلوقتي او ايفون يوزد، بعد فترة استخدمته وعجبك او ما عجبكش، حبيت تخليه معاك، حبيت تجدد وتجيب حاجة اعلى، ايا يكن السبب، من الاخر قيمة الجهاز اللي انت شايله او الجهاز اللي انت اشتريته مش هتخسر فيه 40% من قيمته او 30% من قيمته في مجرد شهر او شهرين او 3 شهور مثلا. ودي نقطة قوية جدا وحاجة مميزة جدا في الايفونات، وبتتميز بيها وتنفرد بيها الايفونات عن اي موبايل تاني مهما كان الموبايل، مهما كانت الشركة. لو اشتريت موبايل غالي جدا او حتى رخيص، بعد فترة صغيرة من الاستخدام لو حبيت تبيع الموبايل بتاعك ده هتخسر قيمة كبيرة جدا وهتكون خسارة كبيرة جدا. وده اكيد تكون جربته في اي وقت من الاوقات. وخد مني حاجة زيادة كده، الايفونات دي تعتبر موبايلات شبه متكاملة. لو انت اشتريت موبايل فئة متوسطة عليا هتحس ان الموبايل مهما كان فيه بعض المميزات القوية اللي بتميزه جدا، الا انه في بعض التنازلات اللي مش هتخليه طبعا موبايل متكامل، لانك لو عايز موبايل متكامل هتروح لموبايل رائد او موبايل فلاج شيب. الايفونات بقى اوريدي هي موبايلات هاي اند او موبايلات رائدة او موبايلات فلاج شيب، فبالتالي هي اقرب انها تكون موبايلات متكاملة جدا من اي موبايل فئة متوسطة عليا.
انت بتقارن ايه بايه. مهما كانت التنازلات في الايفونات، مهما كان في تنازل ممكن تاخده، الا انك فعلا هتاخد مقابل التنازل بتاعك ده موبايل قوي جدا. موبايل في اي وقت من الاوقات كده مش هتحس انك انا ليه ندمت ان انا اشتريت الموبايل ده، او هتحس انك انا مش طايق الموبايل ده، مش قادر استخدمه. فبس دي كده كل حاجه في النهارده. دي كانت كام نقطه كده كنت حابب اتكلم معاك فيهم، لان حرفيا انا شايف ناس كتير جدا متلخبطه في الايام دي، وناس كتير جدا برضو متجهه انها تشتري ايفونات بنسبه كبيره جدا في الايام دي. يعني الايفونات الاقبال عليها بقى تاريخ في الفتره الزمنيه اللي احنا فيها دي. فكنت حابب اكلمك في كام نقطه كده، وانك فعلا لو بتفكر تشتري اي ايفون في الفتره الحاليه هيكون اختيار جدا موفق. وبس هي كل حاجه في النهارده. مش بقى تعمل لايك وسبسكرايب. لا، اشوفك فيديو جاي ان شاء الله. سلام.